السلام عليكم لكل الناس اللي بتشوفني أول مرة. أنا كريم أيمن، ومحتوى القناة دي إن أنا هتكلم في مواضيع عامة. موضوع النهاردة بكل بساطة عن التدخين، وخصوصا السجاير اللي هي منتشرة بشكل أكبر وفي كل دول العالم. هل فكرت يا بني آدم ولو للحظة أنت بتشرب سجاير ليه؟ أنا عن نفسي ما أعتقدش إنك هتلاقي إجابة للموضوع ده غير الإجابة اللي كلنا بنسمعها في الشارع وبنتعلمها من بعض، وهي إن عشان السجاير دي كيف؟ يعني انت دلوقتي بالظبط كده بتعمل حاجة مضرة ليك بسبب ان واحد اقنعك بان اللي بتشربه ده بيكيف. وللأسف الموضوع ده كله حصل بسبب انك ما فكرتش في ايه اضرار اللي انت هتجربها لأول مرة دي. وللأسف ده يدل على انك ما عندكش شخصية ولا رأي ممكن تعبر بيه وتقول ده صح وده غلط، وبقيت مجرد تابع لكلام الناس او الشلة الفاسدة. ونظرا الى انك بقيت مجرد تابع لكلام الناس الفاسدة، اذا انت عقلك زينة ماشي بيها ما بتفكرش. ولو حد جه ينتقدك على اللي انت بتعمله تقعد تقول له انا كبرت وعارف الصح من الغلط ومش محتاج حد ينصحني. عايز اقول لك ان مهما كان سنك دلوقتي، اذا كنت كبير او صغير فانت غلطان. من المعروف ان السجاير دي بتزود همومك اكتر صحيا، وغير كده انت بتضر اللي حواليك وبتخليهم يشمئزوا من ريحتك. وحتى لو الناس مش فارقة معاك، اكيد ابنك فارق معاك لو انت متجوز، او هيفرق معاك لما تتجوز. اصل لما ابنك يكبر يبقى في سني، مثلا انا حاليا عندي 20 سنة، لما يجي في سني كده ويجربها هتقول له ايه؟ هتمنعه؟ طب ازاي واللي هو ابوه قدوته بعد سيدنا محمد اذا كنت مسلم طبعا، ازاي بيمنع ابنه من الغلط اللي هو بيعمله؟ ابسط اجابة هتلاقيها من ابنك: ما انت بتعمل كده يا ابويا. وساعتها هتقول له ايه يعني؟ هتقعد تقول له ما انا مش عايزك تطلع زي الكلمتين دول؟ مش هينفع، وهو مش هيقتنع. حتى لو سمع كلامك هيسمع كلامك في الموقف ده بس عشان يعدي مش اكتر. لكن بره اول ما الشيطان يوزه تاني، اول مبرر هيبرر لنفسه ان ابوه بيشرب عادي، فمش هتفرق معاه ساعتها، هيروح مجرب تاني ومش هيفكر دقيقة زيادة. وفي الحالة دي هتبقى ضريت نفسك انت وابنك. النقطة دي اجتماعيا. اما صحيا بقى، السجاير دي بتقلل العمر، ومش انا اللي بقول كده، ده في دراسات اثبتت الكلام ده. ولو كنت فاكر ان السيجارة بتبين رجولتك وخشونتك وسط الناس تبقى غلطان. عارفين المشكلة فين؟ المشكلة في إن طريقة إقناع البايظ اللي شجعك إنك تشرب سجاير لأول مرة بتدعي على الجرح، والمغفل اللي ما بيفكرش بس هو اللي بيوقع في الفخ ده. طريقة الإقناع دي اللي بتيجي على الجرح، اللي هو لما يجي صاحبك يقول لك يا ده امسك يا اشرب زينا وخليك راجل، يروح الواد يا عيني أول ما يسمع كلمة خليك راجل دي اللي تهز كرامته، ما هو أهبل بقى طبعا، عايز يثبت لهم إنه راجل زيهم بقى وكده وشبح في نفسه وإنه بينتمي للشلة الفاسدة وكده، يروح مجرب ومرة تجيب مرة تجيب مرة، خلاص بقى دخل الشلة الفاسدة وبيجي يعلم مش يتعلم كمان. وبسبب موقف زي ده يكون جسمه وحياته بيتدمروا بالكامل بس بالبطيء شوية. طب سيبك من حكاية إن في واحد علمك وأنت مشيت ورا كلامه والشغل ده، أنت بقى مفيكش نظر تشوف بيه إيه الزفت اللي مرسوم على علبة السجاير اللي بتشتريها كل مرة دي، ورجل مسلوخة وبتاع وحاجات في قمة القرف؟ يعملوا لك ايه تاني؟ اصل يعني حتى لو عقلك فوت مرة هنقول ماشي، ده غلط مرة يعني عادي، لكن الرسومات اللي على علبة السجاير دي اللي بتشوفها كل ما تشتري لك علبة جديدة مش مالين عينك برضه بتغلط نفس الغلط وكل مرة؟ لا، وبتعمل نفسك مش شايف. يا اخي ده على حسب معلوماتي ان اللي اخترع السجاير اصلا ما بيشربش سجاير لانه عارف اضرارها، وغير كده هو كتب على علبة السجاير التدخين ضار بالصحة. يبقى بتشربها ليه؟ الا لو ما بتعرفش تقرا، دي قصة تانية. اقسم بالله لو مفكرناش في كل حاجة بنعملها اذا كانت صح او غلط كده هنخرب البلد. وانا بتكلم على البلد هنا بمعنى شباب البلد، انا بكلم الشباب اللي في سني. فياريت اي حد بيشرب سجاير او مخدرات او اي حاجة من دول يبطلها. يا اخي ده ملذات الدنيا كتيرة يا اخي، النسكافيه والقهوة دول مش كيف؟ يا اخي على الاقل ليهم طعم، لكن هنعمل ايه؟ انت اللي سايب ده كله وده لاكتر حاجه ممكن تضرك وماسك لي فيها. انا خاف على مصلحتك يا شباب، اعجلوا وخليكم مدركين كويس انتوا بتعملوا ايه. مش عايزين نبوظ مصر واللي هي شبابها، مش عايزين نبوظ مصر اكتر من كده. وانا عارف ان مش موضوع زي السجاير ده هو اللي هيصلح البلد بقى ويمنع الفساد العالمي، لا خالص، بس بنحاول على قد ما نقدر نصلح حاجه من العادات السلبيه اللي بنعملها. وفي النهايه عايز اقول لكم ما تصرفوش فلوسكم على مجرد دخان بيطير في الهواء. يا رب تكونوا فهمتوا. السلام عليكم.